ازيك يا حبيب اخوك عامل ايه؟ ويجز نزل امبارح تراك جديد باسم خسرت الشعب. تراك مع انه قصير ما يعديش الدقيقتين ونص، بس فيه كلام كتير واكيد طبعا فيه نكش كتير، فيلا بينا نحلله سوا ونشوف الكلام على ايه. مش عارف الارت ورك بيفكرني بقلب الكبريت ليه، بس شكله صايع فشخ. عامة ويجز راكب حصان ومنطلق في طريقه كده، تحس اللي هو داخل حرب ولا حاجه. الميلودي اللي في البيت دي حوار بجد. دخلت البيت اصلا تحسسك انه بيت فري، بس هو لا، مصطفى هو اللي عامل البيت. خطفت جريت اسرع من الرمش، هديت اللعب دايما الداعي ملوش في الدوشه. جدعان دخلت ويجز على البيت حوار. البيت اساسا مخدوم حلو فشخ، الميكس حلو الصراحه. دايما الداعي ملوش في الدوشه، خصمت الشعب ايدي ودرس انا ما اقبلش اكون في حوجه. بيوضح انه حتى لو هيحصل ايه مش بيقبل على نفسه انه يكون في حوجه. وفي البرات اللي اترمت دول شويه مالتي سيلابلز رايقين فشخ. اجيب وابوش لعبي اسكت، صعبان عليا اسيب كل اللي بين ايدي. انا حاسه بيتكلم على حوار التمثيل ده، محتار انه يسيبه ويرجع يركز اكتر على الراب ولا يفضل موازن ما بينهم زي ما هو ماشي دلوقتي. في الحالتين بتعذب وانا بختار طريقي، معيش بصحابي ولا معايا كتير وحيد. ويجز هنا بيسأل نفسه سؤال مهم ومحير في نفس الوقت. بيقول لي يختار انه يعيش وسط اصحابه بس هو معهوش فلوس، او انه يعيش معاه فلوس بس هو وحيد. ولا معايا كتير وحيد، ادركت اني لو بعت نفسي مش هحصل. خبيت بيقول انه لو باع نفسه مش هيحصل حاجه برضه في الاخر. احلامي كانوا عايزيني مناصفه، اتصالحت مع شعوري اني بقصر. هنا بيقول انه تصالح مع نفسه في انه فعلا كان مقصر، بس كان مقصر في ايه بقى الله اعلم، بس غالبا في الراب يعني، لانه ويجز حاليا مش موجود في السين زي الاول خالص. مع شعوري اني بقصر، عملت كتير دايما يجي في بالي اكتر. عمل كتير بس لسه عاوز يعمل اكتر، وده بيوريك الجانب الطموح اللي عند ويجز، مش اللي هو انا خلاص انا عملت كتير وبتاع فاركن لي حبتين، لا طبعا. المحاضر في المنطقه ثقفتكم بكل ثقه، بعد ما خدت رقم فلك سبت الندي حفله ذكر. هنا بقى بدايه النكشه على بابلو، لان بابلو هو الند بتاع ويجز، فويجز بيقول انه خد مبلغ فلكي كبير يعني فساب له حفله ذكر. انهي حفله بقى بالظبط دي محدش يعرفها غير بابلو وويجز شخصيا. واصلا ويجز كان قال قبل كده في تراك ريليفنت انه لو خد كل الاوفرز هيجوعه، وهنا كان قصده على بابلو برضه. فهنا في نفس البرده هو بيوضح الكلام ده، وان الكلام كان على حفله. انا بطلت اعملها كده، كل ما كتبت اغنيه مغنيين بدون موهبه اسمع مني. بيقول ان كلها بقت تكتب اغاني وكلها بقت بتغني، بس اغلبيتهم بدون موهبه. يا زميلي الموجه بتعمل كده، بقتش اسمع الكوبي كاتس عشان ناكرين جميلي. بعيدا عن البارات اللي كلها نكش دي، انا البريدج ده بيغسلني من جوه حرفيا. جدعان الميلودي اللي ملعوبه دي رايقه فشخ. المهم بقى بيقول لك ايه، بيقول انه ما بقاش يسمع الكوبي كاتس اللي هي برضه على بابلو يعني، اللي هو بيشف يعني وكده. الناس اكيد باصين لي نجم جيلي، بيع نفسك بكام شاطر بس في الكلام. هنا برضه بينكش بابلو عشان بابلو متعاقد مع ديزل، فبيقول انه بايع نفسه بسعر معين وشاطر بس في الكلام. طول ما ليك لجام زميلي، طول ما عندك سعر، طول ما ليك لجام. هنا واضحه ومش محتاجه حاجه. بيقول لبابلو ان طول ما هو سعره موجود هو متحجم او متلجم. من شغل بايظ بتلمي بالدبان وتحبها واما اجعلصها الناس وتقول عليك فنان. بيقول ان شغله بايظ وبيحب الشو وبيحب يكبرها في حق نفسه والناس تقول عليه فنان. جعلصها الناس وتقول عليك فنان. زميلي عمر ما الاغنيه ما تعمل قيمه للانسان. برضه مع انه بسيط ومفهوش لعب ولا حاجه، بس هو حلو فشخ وريل. الاغنيه ما تعمل قيمه للانسان. زميلي الماده سما زميلي الكنز في الاحساس. بيقول المغزى والكنز بيكون في الاحساس. سما زميلي الكنز في الاحساس، ماشي بكام مبدا بعتش الكلام. هنا بيرمي على بابلو برضه في تراك المبدأ بتاعه، بيقول له ماشي بكام مبدأ، في اشاره ان بابلو مبقاش مهتم بموضوع القضيه زي الاول. الكلام ده لو ركعت القلم يبقى بركع التلامذه. برضه صايع فشخ وليه كذا معنى. تقولي طب ما تقول يا اسطى، اقول لك لا انا مش عارف، انا بس حاسس ان في حاجه وراه فاهم. عصرت دماغي عشان الاقي له حاجه بس مفيش. طب بيرقع القلم دي اللي هي جايه من الرقعه، بيخلي الكتابه بالرقعه، ولا بيركع انا مش فاهم ولا بيركع القلم اللي هو بيسيبه او يتني كده فاهم، مش عارف الصراحه. فاللي يعرف برضه يقول لنا في الكومنتات يا جدعان. انا اساسا بعمل لكم الحلقه دي وانا في زنقه الامتحانات، بس يلا مش مشكله. وبس كده يا صديقي نكون خلصنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب.